ضيوفنا القادمين: جنان الجناعي مؤسس فريق زاجل التطوعي، شيخ البهدهي عضو في فريق زاجل التطوعي. تعودنا في دولة الكويت عند اقتراب شهر رمضان المبارك بانطلاق العديد من الحملات والفرق التطوعية، وهذا مو جديد ولا غريب على أهل الكويت اللي اعتادوا وجبلوا على فعل الخير ومد يد العون بالفطرة إلى كل محتاج. اليوم معنا فريق شبابي تطوعي. أمانة هذا الفريق أنا يمكن كنت معهم من بداياتهم وأعرف قصتهم من أول ما بلشوا، ولكن هذا الفريق استطاع بأن يكرس نفسه ووقته وتسخير كل الجهد لمساعدة المحتاجين. رحب بجنان الجناعي مؤسس فريق زاجل وشيخ البهدهي عضو في فريق زاجل. في البداية يعطيكم العافية، مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير. مساك الله بالنور وكل عام والجميع إن شاء الله بخير. حياكم الله. يمكن في البداية جنان إذا بتكلم أنا عن هذا الفريق وهذا العمل التطوعي اللي تقومون فيه واللي يساعد على اكتساب خبرات جديدة تحمل نتائج، يمكن خلينا نقول نتائج جدا مرضية لجميع من يشارك في هذا الفريق التطوعي، من فريق ومن متطوعين يكونون معاكم في كل عام. عدل، مساكم الله بالخير وبالورد. طبعا عمل تطوعي وفريق تطوعي، انت لو تعرف شنو اللي احنا قاعدين نكتسبه احنا كاعضاء قبل لا يجوا لنا الافراد والمتطوعين. بيت احتوانه بكل قيمه، من اخلاق، من عطاء، من حب، مساعده الغير، ومن بناء جيل. فلا خير وبركه. يعني انا خلاص انا ادمنت العمل التطوعي، يعني صار لي 8 سنين. رمضان فيه اقول لهم انا ما اقدر ابلش رمضان اذا ما عندي افطار صائم، وما اقدر ابلش حياتي كلها اذا ما كان عندي كل شهر عمل تطوعي اسويه مع اخواني وخواتي زملائي في فريق زاجل. اكيد. يمكن شيخه بس قبل يعني اسالك هذا السؤال، المتطوع دائما يبدا بخطوه صغيره او مشروع تطوعي صغير، هذه بداياتها تكون، وبعدها نشوفه تبارك الرحمن سنة عن سنة يكبر وما يوقف عند حد معين. صح. يعني على كثر ما يكبر يبي يكبر بعد. العمل التطوعي دائما يشد الإنسان، يعني أنت بس تجرب مرة واحدة تلقى نفسك تجرب شيء ثاني وثالث ورابع، لما تتمكن من شيء وتحب تسويه دائما تتعود عليه. نفس ما قالت أختي جنان، إدمان. سبحان الله، يعني سواء كان عمل خيري ولا عمل تطوعي في فئة ثانية، التطوع إدمان، شيء أنت قاعد تسويه بدون مقابل، شيء أنت حاب تسويه. لما تكون أنت مجبور على شيء هني تتكيسل عنه، أما لما يكون تطوعا حبا منك لا، بتروح وبتجرب كل الأشياء اللي تحبها. أكيد. والجميل أنه بدون مقابل جنان. لكن العمل التطوعي يعني كونك الحين في هذا العمل أكثر من 8 سنوات جنان، يأثر في سلوك الفرد، يأثر في تصرفاته، هل تتغير شخصيته مع مرور الوقت؟ جدا. يعني إذا تبيني أتكلم لك بمجال الشخصي، أنا يعني ما توقعت أن راح أكون إنسانة إعلامية من العمل التطوعي. ليش كله يمسكوني الإعلامية والتصوير. أذكر أنا أول لقاء ما كان ودك تطلعين، ما كان ودك تتكلمين. لا، أخاف، ما أبي، أستحي، أنحرج، أخاف يعني أضيع بالأسئلة. لا، لقيت روحي متمكنة من العمل التطوعي، اكتشفت نفسي، وبالعكس يعني صقلت شخصيتي أكثر وطورتها، وتبطلت لي وايد بيبان. الناس قامت تكتشفني، لما يكتشفوني قاعد يأكدون لي ان انا صدق قاعد اتميز بهالاشياء. سبتها شنو؟ اني انا انخلطت بالمجتمع واكتشفت نفسي. فهذا جنان. فما بالك اعضاء زاجل ومتطوعين، ترى كل واحد قاعد يكتشف نفسه، يكتشف بشنو يتميز عشان يشق دربه بحياته. حلو. ما شاء الله. لا تشوف زملائي بزاجل معاي ترى كانوا من الثانوي يجون مع السايق يبون يتطوعون، يعني عندك ركان وفواز يجون مع السايق يتطوعون، مع السنين صاروا اعضاء، درسوا بالجامعه، الحين حضره المهندس وحضره المحامي. ما شاء الله. يعني
الخير والبركه اللي يسوونه قاعد يرجع لهم بحياتهم. الناس لما يعرفون انهم اشخاص قاعد يبادرون بحياتهم بالتطوع يكبرون بعين اللي حوالينهم ومجتمعهم، فهذا فخر. حتى إن حضرة المهندسة كانت عندنا طالبة. أو بديت معهم من اول ما تخرجت من ثانوي. حلو. والحمد بداية لله تخرجت الجامعة. بداية الجامعة. ممتاز. لقيت دربي معاهم. حلو. والحمد لله تخرجت معكم مهندسة شخصيا. ما شاء الله. يعني من زاجل هم اكتشفت مواهب ساعدتني وايد بشغلي حاليا. شخصيتك تغيرت شهد؟ شخصيتي وايد تغيرت، وايد تغيرت. يعني انا دائما اقول ان الزاجل صقل شخصيتي. يعني انا حلو. شيخه اللي تشوفونها الحين مو نفس الشيخه اللي تشوفونها قبل 4 سنين او 5 سنين. تغيرت شيخه من وايد غير وايد غير. يعني من بدايتي بزاجل انا اشوف ان شخصيتي تغيرت 180 درجه تعامل. والحمد لله للاحسن، من ناحيه تعامل، من ناحيه شجاعه، من ناحيه ثقه بالنفس، كله تغير الحمد لله بسبب زاجل. الحمد لله للافضل دائما. قبل لا نطلع الهواء سالتك جنان على السنه هذه شنو اللي صار غير في فريق زاجل واللي تقومون فيه كل سنه في رمضان. فهالسنه اتوقع في كان عندكم شيء مختلف عدل عن السنوات الماضيه. عدل هالسنه بزاجل احنا دائما افطار صائم. نعم. لكن هالسنه كان عندنا حلم وتحقق، وسوينا افطار جماعي بالمباركيه وتفطرنا مع الناس. كان شيء ولا اروع، مشاعر جميله. فرشنا هالسفره وحطينا الوجبات وعزمنا كل الموجودين وقعدنا احنا معاهم وتفطرنا. الصراحه هو شيء بسيط جدا، ولكن يعني حبينا ان احنا نبادر ونسوي هالشيء، خصوصا ان احنا دائما نروح المباركيه ونوزع هناك. صح. ودائما بخاطرنا من بدايتنا بزاجل ان احنا نجرب الوجبه مالت الافطار الصائم ونقعد معاهم وناكلها ونتفطر معاهم. فكان سيت اب جدا بسيط. فرشنا الارض، حطينا الزل، ركبنا الليتات وعزمناهم كلهم. رحنا نادينا شخص حطينا الوجبات وتفطرنا معاهم. هذه سويتوها شيخه يوم واحد؟ مره واحده بالمباركيه. مره واحده، وتالي شلنا كل اكلنا وردينا المكان مثل ما كان. انا اتوقع رمضان هذا مره واحده. اي بس ان شاء الله ما اتوقع انه راح يكون هو تجربه اولى الحمد لله نجحت. الحمد لله. حلم متحقق، وان شاء الله السنه الجايه راح يكون في اكثر واكثر ان شاء الله. باذن الله. بما انك من المؤسسين جنان، وعلى كثره الحملات التطوعيه، الفرق التطوعيه اللي قاعد تطلع، لكن تبارك الرحمن فريق زاجل برز بشكل كبير وملفت. شنو اللي يميز فريق زاجل التطوعي عن باقي الفرق التطوعيه؟ عدل. طبعا احنا كل نهايه فريق يعني الحمله برمضان نقعد مع المتطوعين. حلو. انا ما ادري شنو اللي يميز زاجل. دائما الواحد ما يدري بشنو يتصف، فهم يقولون لنا حسيناكم عائلتنا، روحكم، تعاملكم واخلاقكم. صدرنا يعني رحب بالجميع، حي الله يعني بالجميع، من الحفيده لليده معانا يبادرون يتطوعون. حلو. فما ادري يعني حب الناس نعمه من الله سبحانه، والله ميزنا يعني يمكن بركه عملنا هذا. الحمد لله. ان شاء الله هذا يكون دوم ومستمر وفي ميزان اعمالكم. شيخه قبل ايضا لا نطلع الهواء كنا قاعدين نسولف على الاعداد، هل زادت هل انقصت؟ انتم في عندكم يوميا عدد معين اللي صح. هو 50 متطوع. بالنسبه حق المتطوعين 50 متطوع. 50 متطوع. لكن وتكون في شروط ان تفتحون باب التسجيل عشان لا يصير في لخبطه وعدد زايد. يوميا كان يتبطل لينك التسجيل. حلو. مسؤولين عنه كانوا اخواني ركان وفواز وبدارتي. حلو. احب ان اشوف المتطوعين كم يوصل عددهم وكذي. فكل يوم كان الساعه 9:30 يفتح التسجيل. ما شاء الله 9:30 9:30 دقيقه مكتمل التسجيل او على وي اكتمال. يعني كنت ابطل اشوف احنا نستقبل 50 كماكسيموم العدد 50. بس حلو. لما ابطله ودقيقه واصل 25 ولا 35 انا هني استانس. يعني بدقيقه واحده ما شاء الله عليهم كان مشغلين الالارم مشغلين الالارم، يدرون ان 9:30 يوميا يتشغل هذا يعني ما تطوف 5 دقائق الا خلاص. ما تطوف 5 دقائق الا انا مسكره التسجيل ودازي لهم اخواني ركان وفواز المسج تاكيد. ترى هذا مسج حلو ان شبابنا قاعد يتوجه حق هذا الشيء، حق المبادره، حق العطاء. اروح قاعد اساعد ناس بدون مقابل، لا راح افوز بجائزه ولا راح اروح العب جيم ولا هالسوالف. فوايد مؤشر حلو حقنا احنا بديرتنا
ان شبابنا الحمد لله. وبناتنا قاعد يتجهون حق هالشيء بدون لا حد يجبرهم، بدون لا تاخذ يعني الام او الاب ياخذونهم غصبا عليكم وتبادرون تتطوعون، لا قاموا هم يحنون هم كشاب وشابه كبار سيارته بايده يجينا التسجيل سكر هو جاي. قولي اللي سيارته بيده يقدر يجيب اي حزه وياكم حتى لو ما من غير ما حتى لو ما يسجل. سجل بالرابط ترى قاموا يجون. مرات كيفكم؟ هم لان احنا حاطين الاولويه حق الاسامي الجديده، حلو. نبي الكل يجرب والكل يشارك معنا والكل يكتسب ان شاء الله الاجر. بس في ما شاء الله عليهم متطوعينا يدرون ان احنا ما راح نردهم، فيجون عند الباب ها؟ يوصلون للباب، احنا يوقف. نبي ندش يوقف نبي على ندش فنخليهم طبعا حياهم الله أكيد. نخليهم يجون يجهزون معنا الوجبات وكذي. بس حزه التوزيع لان احنا العدد حاطينه على عدد الاماكن المتاحه بالباص. حلو. اي فحزه التوزيع نقول لهم ان شاء الله نشوفكم الايام الجايه. نشوفكم إيه. هذا فيما يخص الشباب واللي كبار شويه في العمر، لكن ايضا من الملفت بان في اطفال عدل في صغار بالسن. ما شاء الله في هالسنه مشروع. عددهم وايد كبير. ولا يعني مو بس عددهم كبير، هم الصبح وين؟ في المدرسه. مدرسه هالسنه مدرسه، يروح يبدل ما في اونلاين، ما في يوم وترك. ويجي عندنا يتطوع يعني تلقاه بينام او متكاسل، لا هم يحنون الاطفال ويون لا تشوف شعورهم وهم ينشبون العيش معانا ويحطون الدياي، واحلى لقطه وهم يوزعون ويبتسمون حق الاشخاص لا وهم يوقفون طابور احنا مسويين لاين للاطفال يروح يعطي الشخص عليك بالعافيه. فهذا كلها قيم، كلها اشياء تنغرس فيه الحين لقدام ليكبر باخلاقه بعطائه حبه للخير للجميع. فان شاء الله يا رب الله يعني يحتسب لنا الاجر احنا بهالشيء، ونشوف ان شاء الله من كل طفل منها اطفال قائد ان شاء الله بإذن الله. بعمل خيري ولا باي عمل كان باذن ان شاء الله الله. ان شاء الله، وهذا في ميزان اعمالكم. الله يجزاكم خير على هذا العمل اللي تقومون فيه في كل عام، وان شاء الله اكيد راح يكون مستمر في الاعوام القادمه. بعد الحين الجو قام خلاص في السنين الجايه، عرض هذا المطر بعد خلاص نعرض هذا المطر. شكرا لك شيخه على وجودك معنا اليوم في مساء الخير يا كويت. شكرا لك جنان على وجودك اليوم معنا في مساء الخير يا كويت. كل الشكر لجنان الجناي مؤسس فريق زاجل التطوعي وشيخة البهدهي عضو في فريق زاجل التطوعي على الحضور والمشاركة اليوم معنا في مساء الخير يا كويت. أما الآن راح ننتقل إلى موضوع آخر، إلى أبي وأمي مع التحية.